مساء الخير عليكم. النهاردة هاخدكم وهنطلع صاروخ في تايم ماشين، هنركب آلة الزمن وهنرجع بالزمن أكتر من 4300 سنة ونشوف مقبرة من سقارة. يلا نبدأ. احنا النهاردة في مقبرة واحد مهم جدا اسمه كاجمني، وده شكل المقبرة بتاعته من بره. أول حاجة هنلاقيها في مقابر النبلاء في منطقة سقارة إنك أول ما تدخل هتلاقي صاحب المقبرة متصور في صورة الحارس على الجنبين زي ما شفناه بره. بعد كده هتبدأ تخش تشوف مناظر الحياة اليومية. يعني ايه الحياة اليومية؟ يعني الراجل ده كان بيعمل ايه في حياته؟ بيشرف على الصيادين، بيروح هو ومراته في المركب الكبير اللي احنا شايفينها دي، ولو عنده أطفال بيروحوا معاه الشغل. يعني الرجالة كانوا دايما بيتحركوا بأسرهم، وده كان دايما بيحصل في مقابر الرجال. يعني هتلاقي الأسرة كلها متصورة معاه، بس مقابر النساء لأ، حتى لو ملكة. هنشوف بقى مناظر كتيرة للحياة اليومية اللي كانت موجودة في مصر في الوقت ده، زي الصيادين والحيوانات، وهنلاقي كمان فرس النهر، وهنلاقي كروكوديل كتير موجود اللي هي التماسيح. ده باب بقى، في مكان الباب هنلاقي دايما فجوة في السقف وفي الأرضية، ده مكان المفصلات بتاعة الباب. ودي الصالة التانية اللي موجودة في المقبرة، وده الاحتفال أو الحفل. الراجل زي ما احنا شايفين كده قاعد ومنجعس وراه مراته، ودول الناس اللي بيعملوا الأكروبات أو الرقاصين أو الراقصين. ودول زي ما احنا شايفين لو بصينا رجليهم ولإيديهم هنلاقيهم بيرقصوا باليه. وده مش الذكر الوحيد للباليه في الرسومات اللي موجودة في مصر القديمة، يعني مش أول مرة نلاقيهم في الأسرة الستة، ولا دي المقبرة الوحيدة. في حتت هنلاقي الرسومات ممسوحة، وهنلاقي العلامات بتاعة الأدوات اللي مسحوا بيها كمان الرسمة. مين بالظبط بقى اللي مسح ومين اللي دمر بالظبط ما نقدرش نقول، لأن الحضارة المصرية ليها أعداء كتير سواء في الداخل أو في الخارج، يعني ممكن يكونوا أجانب أو ممكن يكونوا مصريين. بعد كده هنشوف مناظر مفصلة للصيد، هنشوف أنواع مختلفة من الأسماك. انا صراحه كل معلوماتي عن السمك ان انا باكله، فلو انا اعرف كويس في انواع السمك كنت هقول لكم نوع السمكه، كل سمكه نوعها ايه. ده بقى زي ما قلت لكم دي افراس النهر مع التماسيح. كمان في حاجه مميزه جدا هنا، ان احنا دايما هنلاقي الست او معظم الوقت حجمها مرسوم اصغر من الراجل، وكل الناس اللي مرسومين على المقبره بحجم صغير اصغر من الراجل صاحب المقبره. ده هنا مش عشان نقول ان الناس دي كلها مش مهمة، هو بس اللي مهم في حجمه كبير، لا، عشان نقول ان ده صاحب المقبرة ونعرفه من باقي الناس. زي ما قلت لكم قبل كده ان احنا كنا بناكل افراس النهر، فدي مناظر للصيد بتاع افراس النهر زي ما انتم شايفين، والامبريشن واضح جدا بتاع الافراس النهر والناس اللي بيصطادوا. وده منظر تاني لصاحب المقبرة وهو بالطول الكبير بتاعه، وراه مراته بحجم صغير. كمان لو بصينا على دقة الخطوط اللي مرسومة هنشوف ضفادع، هنشوف رسومات لنباتات زي البردي، هنشوف الخطوط الصغيرة بتاعة المركب اللي معمول من السيقان بتاعة نبات البردي، هنشوف الفلكسبيليتي بتاعة أجساد الناس اللي مرسومة، الهمس، الحركات بتاعتهم، الإيحاءات. ده منظر غريب جدا مش هيتكرر تاني. شايفين في خنزير، الراجل بيشرب من البلاص ده اللي فيه لبن، بيحاول يشربه، وحاولوا يخلوا الحيوان ده عندهم في البيت وفشلوا. مناظر تانية زي صناعة المراكب، الاتنين قاعدين بحاجات شبه الشواكيش كده وبيفرغوا الفراغات اللي موجودة بين الأعواد بتاعة البردي، ودي طرق مختلفة لنقل الحيوانات. الحاجة المميزة جدا بقى هنا هنلاقي الاكسبريشن بتاع الحيوانات وبتاع البني آدمين مختلف، وده بيقول لنا ان هم ما كانش عندهم قالب لنفس وش الإنسان وبيحطوه. يعني شوفوا البقرة هنا واضح جدا ان هي متضايقة، يا ترى الراجل ده بيعمل فيها ايه؟ ده بيحلب اللبن بتاع البقرة، عشان كده هي مش مبسوطة. فواحد ماسكها من قدام وواحد رابطها بالحبل من ورا عشان يتحكموا فيها ما ترفصش أو ما تجريش. طبعا كل ده بيحصل قدام الراجل صاحب المقبرة، لأن ده جزء من اختصاص بتاعت شغله. احنا هنا داخلين الصالة التالتة بتاعت نفس المقبرة بتاعت كاجمني اللي موجودة في منطقة سقارة. هنلاقي طبعا جزء مهشم أو جزء أصلا متكسر تماما من الحيطان، وجزء لسه موجود. زي ما احنا شايفين كده ان ده مناظر اكتر للطيور. هنشوف وز، هنلاقي كمان بط، هنلاقي كتاكيت صغيرة، هنلاقي انواع مختلفة. ودول مثلا اللي اصطادوهم، شايفين كده حوالين ايديا الخط ده هو البتاع اللي اصطادوا فيها، وبيزقوها او بيشدوها بالحبل اللي شايفين كذا واحد بيشدوا لقدام. لما لقينا المقبرة دي كان جزء منها كبير مكسور، وقعدنا بناء المقبرة تاني ورتبنا الأحجار مكانها. كمان من الأسئلة المهمة اللي أنا بسألها، إحنا عندنا التنوع الغريب ده من الطيور اللي إحنا شايفينه كده في الرسومات اللي ورا بعض دي منين؟ إحنا مثلا دلوقتي ما عندناش هذا التنوع، لأن إحنا ما عندناش لا جراس ولا عندنا أي نوع من أنواع الغابات أو خضرة، غير بس على ضفاف النيل أو البحيرات اللي هما مش كتير.
لكن انتوا شايفين هنا المنظر عامل ازاي، بالإضافة لأن كل حاجة زي ما احنا شايفين كده احنا بنغير الزاوية 90 درجة عشان نشوف الرسمة. فالراجل واقف ماسك باسكت فيه الغلال وبيكب، وده زي كده ايه يعني عشة اللي قاعدة فيها الفراخ مثلا، واحنا شايفينها من فوق. يعني احنا شايفينها بيرد اي، اللي هو كأنك راكب الطيارة وشايفها من فوق. فعشان كده هتشوف الحبوب دي متوزعة في كل الأوض اللي متقسمة. فاحنا لو اتعاملنا مع اي حاجة مرسومة بالشكل ده ان احنا كأننا نزق الحيطة وننزلها على الارض كده تبقى في مستوى الارض، هنفهم الرسمة كويس. هنفهم ان الصفوف اللي فوق بعض دي بتمثل اعماق مختلفة في الصورة. في حيوان كمان تاني مهم جدا بنلاقيه كتير، وهو القرد. القرد ده لازم يكون موجود في منطقة غابات. يعني انت عمرك ما تروح بلد عادية ما فيهاش خضرة زيادة عن اللزوم وخضرة كثيفة ومطرة وتلاقي عندهم فيه قرود. يعني شفت قرود في الهند في حتت معينة، بس الحتت دي كلها خضار وعندها مطرات وقت طويل من السنة مش طول السنة، بس المية غزيرة. ده بقى مكان الباب، واحنا كده داخلين على الصالة التالتة. كنا زي الأوضة الصغيرة اللي فيها كانت زي ممر. هنشوف هنا رسومات مختلفة للقرابين. القرابين احنا بنسميها قرابين، وارد ان هي ما تكونش قرابين، بس احنا حتى الآن يعني بنفسرها ان دي الحاجات اللي هو هيستخدمها في الحياة الأخرى لما ترجع له روحه. ودي بقى الأوضة اللي موجود تحتها المكان اللي احنا لقينا فيه المومياوات. أيوة زي ما سمعتوا كده، لأنه في سقارة هتلاقوا في بعد ثابت كده أو عمق ثابت اللي هو من 28 ل 30 متر. ودي العلامات بتاعت الناس اللي كسرت الرسومات وبوظتها. زي ما قلت لكم في أول المقبرة بره احنا ما نقدرش نجزم مين دول. وارد ان دول يكونوا أعداء للراجل نفسه، يعني حد متضايق منه مثلا. وارد ان دول يكونوا اليونان لما دخلوا مصر ابتدوا يكسروا في الحاجات بتاعتها. وارد ان هم يكونوا رومان. وارد ان هم تكون لما المسيحية دخلت مصر وانتشرت. وارد ان هم يكونوا مسلمين. وارد اي حاجة صراحة. وزي ما احنا بنقول ان المصريين ما كانوش بيعبدوا الحاجات اللي بنقول عليها زي البقر والحيوانات والطيور، والدليل ان هم لافين البقر وحاملينه بالعكس ورابطين ايديه ورجليه عشان ده هيتذبح وهياكلوا بقى الراجل، هيتقدم قرابين، هيتعمل بيه اي حاجة، بس المهم في الاخر ان هو هيتاكل. الرسمة دي بقى ماشية داير ما يدور الأوضة. يعني هنشوف مناظر القرابين دي والراجل صاحب المقبرة واقف في النص، ودي الخشب اللي احنا مغطين بيه الأرضية. لكن تحت هنا احنا هو ده المكان اللي لقينا فيه المومياوات. لما نطلع من الأوضة الصغيرة دي هنلاقي شكل الناس بقى، اللي هنلاقي حاجة غريبة قوي على وشوشهم. هنلاقي ضحكة بسيطة كده، أو مش هنلاقي ألم وجزع ولا خوف ولا الحزن الشديد بتاع الموت. وكأن الناس يعني رايحة تقضي حفلة أو رايحة مشوار عادي أو رايحين السوق أو رايحين يزوروا بعض. لكن ده مش منظر ناس حزينة إن هما موجودين في مقبرة، إن احنا شوية بشوية بنلاقي الابتسامة دي بتوسع شوية. وده معناه إن المصريين ما كانوش بيخافوا من الموت، ولكن كانوا معتبرينه جزء من الرحلة. جزء من الرحلة المهمة اللي هي رحلة كبيرة، بس ده مستوى تاني، أو زي ما نقول كده dimension تاني بتاع جزء من رحلة الحياة. وده طبعا الراجل صاحب المقبرة بالحجم الكبير بتاعه عشان نبقى عارفين ان هو ده صاحب المقبرة. وهنلاقي رسومات كتيرة بقى موجودة حواليه، فيها مثلا هنلاقي فواكه، هنلاقي خضار، هنلاقي حاجات كتيرة ليها علاقة بالقرابين بس مش القرابين الحيوانية. ودي صورته وهو لابس جلد فهد. والجلد فهد ده بيقولك ان احنا معنى كده ان احنا كان عندنا فهود بسهولة فناخد الجلد بتاعهم. اما الأوضة اللي احنا داخلينها دلوقتي دي فهي اخر أوضة موجودة هنا في المقبرة. هنلاقي فيها حاجة غريبة قوي. هنبص فوق نلاقي لستة الحاجات اللي مرسومة اللي هي كانت موجودة جوه المقبرة واتسرقت. وهنلاقي هنا كمان مناظر مختلفة لأنواع مختلفة من الغزلان، اللي ممكن يعدى عددهم 7 أنواع مختلفة. زي ما قلتلكوا قبل كده إن احنا عشان نوصل يكون عندنا أعداد مختلفة أو أنواع مختلفة من الغزلان لازم يكون عندنا مستوى مختلف من الغابات. يعني عندنا سافانا مثلا طويلة، سافانا قصيرة. عندنا أنواع مختلفة، مستويات مختلفة من الزرع، الجراس في الأرض، مستوى المية، البحيرات، الحاجات دي. ونوع زي ما احنا شايفين كده أشكال القرون بتقول لنا احنا عندنا كام نوع من الغزلان. اللي راح منكم عمل سفاري أكيد هيبقى شايف أنواع مختلفة من الغزلان، ووراها في الباك جراوند هتلاقوا مستوى مختلف من الحشائش. ان كل مستوى بيديك شكل معين، وكل نوع من الغزلان دي بياكل اكل معين. فده معناه ان احنا كان عندنا ثروة حيوانية ضخمة جدا، بالاضافة لان اللاندسكيب بتاع مصر كان مختلف.
والكلام ده أنا باقوله على طول، لإن أنا مثلًا دلوقتي ما عندناش غزلان في مصر، نادر جدًا الأماكن اللي بيبقى فيها غزلان. دي الأوضة أكتر أوضة مرسوم فيها غزلان، وده ممكن يكون صاحب المقبرة عايز يقول إن الحدود بتاعته وصلت للحدود اللي فيها مناطق الغابات في مصر، فمعنى كده إن نفوذه كان كبير جدًا. وهنشوف برضه الألوان بصورة أحسن من برّه، في ساعات هنلاقي الحيوانات معمولة بحجمها الطبيعي وساعات معمولة بحجم صغير، لإن إحنا مش دايمًا هنقدر نورّي الحجم الأصلي، يعني هتلاقوا غزلان في نفس الحجم بتاع البقرة، شايفين البقرة واللي قبلها كان غزال واللي بعدها غزال، هُم تقريبًا في نفس الحجم، وده مش طبيعي لإن الغزال أصغر بكتير من حجم البقرة. ودي الأوضة اللي موجود فيها السلم اللي بتؤدي إلى التابوت الرمزي، لإن التابوت بتاعه ما كانش بيتحط هنا، كان بيتحط تحت الأرض في الأوضة اللي أنا وريتها لكم من شوية. وإحنا دلوقتي في وشنا حاجة مهمة جدًا بنسميها الباب الوهمي. الباب الوهمي ده عبارة عن حيطة معمولة على شكل باب. إيه فايدتها؟ هي رمزية عشان بتشير أو بتسهل للروح إن هي توصل تخش جوه الباب. وهنخش دلوقتي آخر أوضة أو صالة موجودة عندنا في المقبرة، ودي تقريبًا الأوضة الأفضل في الألوان. طبعًا وأنت داخل المفروض إن كان في باب هنا، بس الباب ده كان من الخشب، والخشب طبعًا زي ما أنتم عارفين بيتسلك، فده مكان شايفين خشب لسه موجود، ده خشب أصلي من العصر بتاع المقبرة ده، يعني تقريبًا 2300 قبل الميلاد وده في الأرض، فالحتتين فوق وتحت دول كانوا بيتحط فيهم القايم بتاع الباب، وبيتركب فيهم بعدين المفصلات اللي بتخلّي الباب يفتح ويقفل، اللي كان معمول من الخشب اللي سهل سرقته وحمله. بصوا كويس بقى هنا لأن في كذا حاجة مهمة. أولا هنلاقي خطين متوازيين ماشيين ورا بعض على طول، بس لو بصينا عند الدماغ هنلاقي الدماغين ورا بعض، فده معناه ان احنا عندنا صفين من الناس ورا بعض. الحاجة التانية المميزة جدا هنا ساعات هنلاقي 3 خطوط، فده معناه ان احنا عندنا 3 صفوف من البني ادمين. بصوا كويس على ألوان وش الناس اللي فوق، هتلاقي واحد غامق شوية وواحد فاتح، وده بيتكرر كذا مرة، لأن إحنا عندنا التنوع في لون البشرة ده في مصر. الناس اللي عايشة فوق ناحية الدلتا أفتح شوية، شعرهم أفتح، لون بشرتهم فاتح. كل ما ننزل ناحية الجنوب الناس لون بشرتها بيسمر ويغمق، وده اللي موجود دلوقتي لسه عندنا في مصر. فلو قلت لحد أبيض أو أسود ده مش معناه أي نوع من أنواع الراسيزم يعني. وزي برضو ما بقول لكم طول الوقت ان الفن المصري هو فن سريالي بالدرجة الاولى، فهو عايز ينقلك فكرة معينة، مش لازم الرسمة اللي هو عاملها او النحت اللي هو عامله يبقى منطقي، لكن هو عايز يقولك ان الراجل ده شايل حاجة في ايده اليمين وحاجة في ايده الشمال. الايد اليمين بقى لفة ورا جسمه ولفة قدامه مش مهم، المهم ان هو وصل لك الفكرة ان الراجل ده بيعمل كذا. فساعات ممكن تلاقي ايدين مش معمولين مظبوطين، ممكن تلاقي ايد اطول شوية من التانية، وهكذا. أنا عايزة أعرف رأيكم في الجولة الميدانية اللي عملنا فيها النهاردة الفيديو بتاعنا، وتقولوا لي تحبوا نعمل فيديوهات بالشكل ده ولا الفيديوهات اللي أنا بقعد أشرح فيها وبتكلم على موضوع معين، ولا تحبوا ننوع، وقولوا لي تحبوا تشوفوا إيه المرة الجاية. شكرا جدا ليكم. أنا كنت معاكم من كاترين، مرشدة سياحية بالعربي.